من الحاجات المميزة للمهرجان في الدورة دي كان تكريم فيروز بحضور بنتها إيمان جمجوم، والندوة الأخيرة كانت مع إيمان، وكانت الحقيقة ندوة عبارة عن حب لفيروز، حب لكل تفاصيلها، وهي كمان حكت لنا الموضوع بمنتهى الحب والحكي عن وعن فنانة وعن نجمة قدرت انها تأثر فيها. ايمان، بعد الندوة انطباعك ايه؟ لان الناس كلها كانت انا حاسة كانت ندوة حب، يعني كله بيتكلم عن ذكريات، كله بيتكلم عن حب للشخصية، ارتباط بيها. بتحسي بايه لما تبقي في تكريم زي ده كله بيتكلم عن شخصية بالنسبة لك، مش موضوع فنانة ونجمة، دي وعلاقة كانت مختلفة عن كل المصريين؟ بالنسبة لإيمان كانت العلاقة حاجة تانية. إحساسك إيه في الندوة بعد التكريم في الدورة دي في المهرجان؟ اولا اهلا بيكي ومبسوطه ان انا معاكي النهارده. احساس، بصي، هو في كلام بيبقى صعب ان الواحد يوصف كده احساسه، بس اكيد فرحانه قوي قوي. كانت ندوه فيها نوع من النوستالجيا، والكلام كان طالع بروح كده من القلب، وكان في نفس الوقت نوع من المسؤولية، لأن أنا نفسي أديها حقها كإنسانة وكأم وكزوجة وكجدة. زي ما هي كانت طفلة مميزة وفنانة سابت بصمة بأفلام ليها علامات في السينما المصرية، فهو ده يدل على إنها أكيد برضو كانت إنسانة متميزة وتستاهل إن الواحد يتكلم عليها. خرجت من الندوة حسيت قد إيه إن أنا فرحانة، حسيت إن هي سابت أعمال صغيرة بمعنى أصح قليلة، بس الناس لسه فاكراها. ودايما الناس لما بتيجي سيرة فيروز بتشوف فيروز الطفلة، فكانت الندوة فيها روح حلوة، والحمد لله. يعني ده شيء يشرفني ويسعدني جدا جدا جدا. لن أعيش في نجومية والدتي، وهي كانت حريصة إنكم تبقوا ليكوا حياتكم الشخصية، اعتمادكم على نفسكم، مع إن الوالد كمان بدر الدين جمجوم هو ممثل ومحبوب ومعروف، وليه حياته المسرحية وليه حياته وأدواره المختلفة بطريقته بدنيته، فبيتك كان فني جدا. هي عمرها ندمت على ان هي ابتعدت او ان ما كملتش؟ لان انتوا عندكم العائله فيروز خدت مرحله الطفوله وبدايه كده الظهور، بعد كده عندك خالتي طبعا خدت المرحله التاليه وانطلقت بقى واستمرت. عمرك سمعتي من فيروز، مش هقول ندم، لكن ان هي يا ريتني كملت، او كنت افضل ان انا مثلا استمر بشكل او باخر؟ يعني الاستمرار فرق معاها، ولا كانت عمرها ما بتفتكر ان يا ريتني؟ فكرة انها ندمت او بصت ورا بعد ما اخدت الخطوة وبصت لقدام، ما فكرتش. يعني هي زي ما تكون اخدت قرار كان صح بالنسبة لها، وحست ان كل مرحلة عايشاها بحلاوتها. يعني هي الواحد لما بيعيش في اضواء الشهرة والمجد والاضواء والكلام ده، لما بيوصل لمرحلة فيما بعد احيانا ويعيش في حياة بقى مختلفة، يعني الى حد ما بيحن الاضواء معينة. ولا قالت لك لا، انا مبسوطة بحياتي الجديدة، مبسوطة بان انا زوجة، ان انا ام، مبسوطة بعد كده بفكرة. هي كان عندها تصالح مع النفس جدا وثقة في قراراتها جدا، وده من ضمن الحاجات اللي احنا نقدر نقول عشان هي طفلة ذكية جدا جدا. فكانت برضو لما ابتدت بقى تنضج فكان قراراتها دايما في منتهى الذكاء، وما هي مرحلة عاشتها بحلوها، وقالت دايما اللي جاي بيبقى احلى برضو بمراحل تانية مختلفة. الطفلة فيروز تستلم درع التكريم ابنتها إيمان جمجوم. الله، اتفضلي. Hommage du nom de la merveilleuse enfant Fayrouz. Tonight we pay tribute to a name that will never be forgotten, a star who lit up the screen at a very young age and became a timeless symbol of innocence and natural talent. مساء الخير وكل سنة وحضراتكم طيبين. فعلا أنا كنت شوية قلت
مش هقدر اتكلم لاني لما بشوف ماما على الشاشه غصب عني ببقى متاثره جدا. ف سعيده جدا، فخوره جدا بهذا التكريم، وبشكر كل القائمين على اداره المهرجان، واتمنى ان روح والدتي تبقى موجوده وشايفه حب الناس ليها، وبالرغم انها كانت طفله وسابت اعمال قليله بس اكيد سابت علامة كبيرة في تاريخ السينما المصرية والعربية، والدليل ان انا النهاردة بحضر التكريم بالنيابة عنها. اشكركم وكل سنة وحضراتكم طيبين. بيت فني جدا، طب ليه ما فكرتيش؟ والحقيقه بمنتهى اللباقه انت جاوبتيهم، بس الحقيقه سحرتي الوجود. فكره الفن لما يبقى الواحد طالع من بيت فني بشكل كبير قوي، دايما السؤال اللي اكيد يا ايمان، انت ما مثلتيش ليه؟ انت ما غنيتيش ليه؟ انت ما بقيتيش قدام الشاشات ليه؟ وده اللي كان فوق. يعني النص الثاني من الندوه كان لايمان الحقيقه بجيناتها الفنيه. قولي لي الجزء ده بتشوفيه ازاي؟ الفكرة بتاعت الفن، أنا بحب الفن جدا جدا، وطبعا لو في حاجة ممكن يبقى فيه بذرة برضو بحكم الجينات، بس حسيت ان انا مش هقدر اضيف شيء هيبقى ان انا ممكن ابقى ماما سابت بصمة، والدليل على كده ان انا النهاردة موجودة بحضر تكريم اسم فيروز بعد فترة. الافلام بتاعتها كانت في الخمسينات، فاحنا بنتكلم النهاردة ان عدى شوفي كام سنة على افلامها والناس لسه فاكراها. فهل ايمان وهي بتحمل اسم ليه مسؤولية انها هتقدر تخش المجال، حسيت هتبقى مفيش حاجة انا ممكن اقدر اضيفها، وخصوصا ان برضو نيلي من ناحية تانية كملت المسيرة واحنا عيله مترابطه قوي ببعض. فالحته بتاعت التاثر اللي هو زي ما نقول التاثر بمعنى اصح اللا ارادي او الغير مباشر موجود، فانا ممكن اكون في حاجات مكتسباها منها بحكم حبي ليها، فممكن ده يبان بعد كده في اعمال ان انا ابقى، فقلت مفيش داعي. بحبه من اول نظر، من اول